تعالوا نقول لكم على حاجه كده بالراحه. يوم الاربعاء هنشوف اثاره ومتعه ومش عارفين يا جماعه الدوري راح. الدوري ممكن يروح 100 عقبه، وممكن يروح الجزيره، وممكن يروح بيراميدز. انت توقعك ايه؟ قول لي توقعك ايه في التعليقات تحت، والدوري رايح لمين؟ وتعالوا نشوف الفيديو عشان الفيديو ده نار يا حبيبي نار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البدايه كده يا جماعه نتكلم شويه على النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا الفتره اللي فاتت دي كان راحه تامه وتدريبات خفيفه مع متوشه وديه. طيب اللي استفادوا بقى الاهلي من الفتره اللي فاتت ديت كان حسين الشحات وتريزيجيه وبعض اللاعبين كده كان عندهم ايه اصابات خفيفه كده، وقدروا ان حسين الشحات وتريزيجيه 100% هتلاقيهم في مباراه المصري القادمه. ونروح بقى لاخبار النادي الاهلي برضك ومباراه المصري البورسعيدي والنادي الاهلي. ماتش صعب، ماتش صعب، لكن لجنه المسابقات دلوقتي ولجنه الحكام خلاص عينوا الحكم امين عمر هو اللي هيكون موجود في مباراه المصري والنادي الاهلي. امين عمر شخصيته قويه وحكم دولي، حكم دولي وشخصيته قويه، بس ربنا يعدي الماتش ده على خير. طب نروح شويه لامام عاشور. امام عاشور يا جماعه داخل في مسدات جامده جدا مع سيد عبد الحفيظ بسبب الوكيل بتاعه ادم وطني. لان سيد عبد الحفيظ من الاخر كده يا جماعه ما بيحبش ادم وطني، والخطيب ما بيحبش ادم وطني، ما فيش اي حد جوه في النادي الاهلي بيحب الوكيل ده. هتقول لي طب ايه المشكله ما بينهم؟ ايه المشكله ان امام عاشور مدخل وكيل اعماله اللي هو ادم وطني بيخلص له كل حاجه، بيخلص له اللي هو العقد اللي هو الجديد اللي هو عايزه، وكل ما يخص امام عاشور مع ادم وطني. طبعا سيد عبد الحفيظ مش عاجبه الكلام واتكلم مع امام عاشور، فامام عاشور قال له انا كلامي مع ادم وطني وبنسبه 90% بنسبه 90% ممكن ما نلاقيش امام عاشور متواجد في النادي الاهلي الموسم الجديد. ونروح لعمرو الجزار ونقول له الف مليون مبروك، كان بيتجوز وفرحه كان اول امبارح، وطبعا اللاعب ده مهذب ومحترم، لازم يا جماعه برضه تديله حقه على ان اللاعب ده فعلا اتظلم برضه في اللعب شويه، مدافع كويس ومدافع قوي، وده فصيله وائل جمعه. اسمعوا كلامي، ده فصيله وائل جمعه، بس ياخد فرصته وياخد حقه في النادي الاهلي. مبروك عمرو الجزار، وان شاء الله نشوفك في الملاعب من جديد. خلصنا بقى الاهلي ونخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه زي ما انتم عارفين اتكلمنا كتير، بيمر بعقبات كتير جدا، بيمر بعقبات كتير جدا. ايه العقبات بقى الجديده بقى اللي في نادي الزمالك؟ المهدي سليمان. المهدي سليمان خارج مباراه سيراميكا، مش هيقدر يلعب مباراه سيراميكا اللي جايه في الدوري الممتاز اللي هي المباراه الاخيره اللي هو حاسم الدوري الممتاز ان شاء الله. طيب مين اللي هيقف مكانه؟ اللي هيقف مكانه محمد عواد. طب محمد عواد بقاله كتير ما بيلعبش، ولعب النهائي لعب شوط شويه، بس محمد عواد ان شاء الله يقدر ويكون هو حارس مرمى نادي الزمالك في مباراه سيراميكا روما. طيب نخش على الثاني ومحمد اسماعيل. محمد اسماعيل يا جماعه عنده اصابه جامده في مناخيره، وممكن اللاعب ما يلحقش مباراه سيراميكا اللي جايه، ودي هتبقى من ضمن المشاكل الجامده اللي احنا هنشوفها في خط دفاع نادي الزمالك في مباراه سيراميكا كليوباترا. محمد اسماعيل لاعب كويس، لاعب منضبط، ولاعب راسي وعارف هو بيعمل ايه. فبصراحه ربنا كده الفتره اللي جايه ديت كنا محتاجين محمد اسماعيل، بس قدر الله ما شاء فعل. طيب الاثنين التانيين بقى مين بقى؟ الشمال واليمين مفيش. طبعا احمد فتوح وعمر جابر، الاثنين بنسبه 70% بنسبه 70% ممكن ما يلحقوش مباراه سيراميكا، لان الاثنين مصابين. عمر جابر لسه الاصابه موجوده عنده، واحمد فتوح عنده برضه اصابه. والمشكله الاثنين لعيبه مهمه جدا في الفتره اللي احنا فيها، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون محتمل الجمال يقدر يحضر البديل، ونقدر ان شاء الله نعدي الى بر الامان. الحاجه بقى اللي كويسه وهي حاجه ايجابيه، وهي موضوع اللاعب محمود بنتايج. محمود بنتايج الحمد لله رجع وشارك في التدريبات بنسبه 99%، هيكون جاهز في مباراه سيراميكا كليوباترا. لاعب مهم. اتاثرت الجبهه الشمال يوم اتحاد العاصمه، اقول لك اتاثرت، وكان لو بنتايج موجود كان هيبقى في كلام تاني جدا جدا، وكنا هنشوف فتوح خط نص، وكنا هنشوف بنتايج شمال، وكنا هنشوف شغل تاني خالص. ومعانا كمان خبر يا جماعه في منتهى الاهميه. دلوقتي عبد الله السعيد اتفاقه في اول الموسم ان هو ان شاء الله اخر موسم مع نادي الزمالك وخلاص مش هيكمل كوره تاني. عبد الله السعيد اللي انتم شايفينه قدامكم دوت عايز يكمل مع نادي الزمالك موسم كمان، عايز يكمل مع نادي الزمالك موسم كمان، وده اتفاقه مع جون ادوارد بعد مباراه اتحاد العاصمه، لان عبد الله السعيد كان نفسه وامنيه حياته كان ياخد الكونفدراليه مع نادي الزمالك، بس للاسف ما حصلش نصيب.
فاكر الفيديو، ما تنساش تعمل المتابعه وتشارك الفيديو وتعمل اللايك الجميل عشان يجيلك كل جديد. وكمان يوم الاربعاء تستنونا في فيديو قبل الماتش وان شاء الله بعد الماتش. لو الزمالك اتغلب مش هتشوفوني بعد الماتش، بهزر، ان شاء الله هتشوفوني بعد الماتش. كوره مكسب وخساره، كوره للجميع، احنا بس بنتسلى مش اكتر والله. سواء اهلي خد الدوري سواء زمالك خد الدوري، بيراميدز، كلنا بنتفرج على متعه كرويه مصريه، وان شاء الله اللي جاي احسن. سلام.